عرف فريد الأطرش معنى المعاناة وتحمل المسؤولية منذ بداية حياته التي لم تبدأ برفاهية بل باليتم وفقدان الأب. ليس هذا فحسب، بل تنقله مع أسرته بين القاهرة وسوريا هربا من الفقر والاحتلال الذي طالما لاحق عائلة الأطرش. ورغم تلك المعاناة إلا أنه استطاع أن يضع اسمه بين عمالقة الفن الجميل، وهو ما أكده في إحدى مقالاته متحدثا عن حياته: أنا فريد الأطرش الموسيقار والممثل، ولو وضعني القدر في غير موضعي هذا لكان غير منصف، ولما أحسست بطعم للحياة. لقد خلق الفقر مني فنانا يشعر ويحس بآلام الغير، وخلقت المتاعب مني هذا الرجل الذي يود من صميم قلبه أن يزيل عن الناس المتاعب ويزيحها من طريقهم. وكذلك شقيقته المطربة أسمهان التي تولت والدتها علياء المنذر تربيتها هي وأشقائها فريد وفؤاد، وعملت في عدة مهن حتى تستطيع الإنفاق على أبنائها. وظلت معاناة أسمهان مع اليتم تطاردها، فكانت طيلة الوقت تبحث عن شخص يعوضها حنان والدها حتى رحيلها عن عمر يناهز 33 عاما.